قلت لك 3 افكار لو عايز تقدم محتوى على السوشيال ميديا ومش عايز تظهر بوش، والاخيره هتغير فكرتك. اول حاجه انك ممكن تستخدم الكتابه على الورق او على الايباد، ودي تعتبر من اهم طرق الانتشار على السوشيال ميديا حاليا، وبتحقق من خلالها نتائج عاليه جدا، ده مع الافتراض ان المحتوى هيكون مفيد وشيق للمتابعين بتوعك. تاني حاجه، تقدر توثق لقطات من يومك وانت بتشرح وانت بتشتغل، ولو انت صاحب بيزنس وبتقدم منتج، اثناء تصنيع المنتج او اثناء التعبئه والتغليف او اثناء الشحن. ودي بقى هتدي ثقه للعملاء، لان هم هيشوفوا المنتج بتاعهم اثناء تصنيعه، وهيكون في مصداقيه للعملاء اكتر انها تطلب منه. الاخيره بقى التسجيل الصوتي، وده لان الصوت يعتبر جزء من التسويق. كل اللي عليك انك هتصور لقطات من شغلك وهتضيف عليها الصوت بتاعك، وطبعا مع الاستمراريه الجمهور هيربط ما بين الصوت ما بين المحتوى او المنتج بتاعك. فلو انت شايف ان المحتوى ده مفيد، شاركه مع اي حد من اصحابك، وما تنسانيش في اللايك واعمل فولو علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جايه.